صباح الفل يا جماعه. النهارده بيقول لك في حصلت كارثه في حضرموت شيخ المندي. الكارثه دي مكونه ايه؟ من ربع تيس، 2 كيلو مشويات، نص طرب، نص كفته، نص سجق، نص كبده، 3 كيلو رز مع 10 سلطات مختلفه وشوربه. وبقول لك ايه، ادخل شوف. يلا يا جماعه انا جاهز. ده انا جاهز قوي والله العظيم. يا جماعه بص، احنا نزلنا حاجتين. اول حاجه فيهم هي الكارثه، هي انا عجبني انها متكبسه كده في بعض. بص بقى، هتلاقي ربع تيس مع الكفته مع السجق مع الطرب مع الكبده، مع اني ما بحبش الكبده المشويه، فاعتقد ان ده اكتر حاجه مش عجباني. وهل صينيه الكفار اللي احنا منزلينها دي يعني مش عارف ايه ده؟ ايه ده؟ ان ده احنا فين يا جماعه؟ صحيح احنا في حضرموت شيخ المندي، بس في فرع زايد. ونزلنا صينيه تاني بقى بتاعت مشويات. دي بتبقى بقى مكونه من ايه؟ مكونه من 2 كيلو مشويات مشكله، نص ريش، نص كباب، نص كفته، نص طرب، نص سجق، حاجات كتير. وكميه رز بقى فظيعه، يعني هنا 3 كيلو رز وهنا 2 كيلو رز مع 10 سلطات. وهي الميزه ان السلطات هنا فور فري، فاحنا ما دفعناش فيها حاجه. دي الصينيه دي ب 2800 جنيه، عشان اللي بيقول لي انت ما بقتش تقول اسعار. انت لما رجعت تقول اسعار ما ما 2800 جنيه بس بص، في يا جماعه سلطه هنا مميته تمام، بس هي طعمها جامد قوي، بس هي مشطشطه قوي، فاهم؟ نعمل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت برضه يا مصطفى، لبن الرايب نرجه بس. ماشي. الرز باللحمه كده نقلبهم كلهم. انت معايا جوه هنا؟ انا معاك. تعالى لي جوه هنا وتروح ايه، يقول لك في العرب بالخمس، بالخمس. عايز نصب هنا؟ ايوه. الاختراع ده جامد. هي دي يا جماعه القطمه، ودي القطمه المثاليه. وارشح لاي حد هياكل مندي ياخد الحته المقرمشه، اللي هي الحته بتاعت اللحمه كده، مع الحته اللي هي الجلد المقرمشه اللي بره دي، هي بتبقى زي كده مثلا، مع حته دهن كده شويه. ياخدهم يحطهم في الرز المحطوط عليه اللبن الرايب، ويجمعهم كده، يحطهم كده على الثلاث صوابع دول، ويروح. دي اكله العظماء. هتقول لي يا مصطفى ما تنجز وروح في حته ثانيه، صح؟ انا بصراحه ما كنتش بحب الكفته بتاعت حضرموت شيخ المندي، بس ما اعرفش هل هي اتحسنت ولا لا. بس تعال نشوف، لان الفرع ده انا كذا حد وانا داخل شافني فقعد يقول لي جامد وبتاع. طحينه، كفته فاتي قوي، العضه اللي فيها مش قويه قوي، بس طعمها حلو يعني، غير لما اكلناه المره اللي فاتت. ناخد شويه رز باللبن الرايب. الرز رهيب رهيب. خش بقى في تاني حاجه في الصينيه، اللي هي نص كيلو طرب كمان. فده الطرب، بس الطربايه المنديل رفيع، وانا بحب المنديل التخين. بحب انهي منديل؟ انا احب التخين، احب المدهن. غريبا ان المشويات بقت حلوه والله. اصلا متعود انزل مندي، بس تعال نشوف السجق نسي يقطعه ده ولا ايه. والله حلو، ده رفيع قوي بس عادي يعني، اللي هو قشطه كويس. شوف الكبده يا جماعه، ما بحبش الكبده مشويه خالص، ما اعرفش ليه. ما بحبش الكبده التخينه دي اصلا. دي كبده تخينه مشويه مقطعه كتير، يعني قطع كبيره كده. مش قوي انا في الكبده بصراحه، ماليش فيها والله، ما بستحملهاش. تاخد يا مصطفى خيارايه؟ عايز احمد خيارات يا عم والله خيارايه حلوه. مش عايز، والله ما عايز. والله العظيم خياره مشطشطه جميله. يا الله مولعه. يعني الصينيه دي معاها طاجن صغنن كده من الملوخيه، بس يعني كل الصينيه دي معاها الطاجن ده. ملوخيه. دي باميه. باميه بالسجق دي؟ لا دي باميه عادي، انا عمري ما شفت باميه بالسجق، بسمع باميه باللحمه بتاع. بس تصدق هتبقى حلوه بالسجق. باميه، دي باميه ودي ملوخيه. صباح الفل. يعني بالنسبه لي هو انا السلطات مع القسم ده هو اللي انا عاجبني. بالنسبه لنا تقييمنا بقى لصينيه الكارثه. الكارثه ديت هي فعلا كارثه، واعتقد انا اتوقع من خلال توقعاتي ان ممكن ندخل فيها من 8 ل 10. احنا ممكن نقول ان كل واحد هيدفع 280 جنيه، فحلو لو هتدفع 280 جنيه في مندي وكفته وبتاع. يجيبوا مثلا معاه شويه مزيكا، ممكن تاخد بقى معاه مزيكا، ونشوف مزيكا رايحه بينا فين. تعال، لا احنا خلاص بقى يلا على طول. ده نص كيلو ريش. دي الريشه، تحس انها مزروعه من هنا وفاضيه من هنا. دي حلوه قوي، لذيذه، من الريش اللطيفه. وعاده الخرفان البرقي هتلاقي معظم اللحمه بتاعتها طريه، ان هي بتبقى خرفان، يقول لك دي خرفان لبانه او ما كسرت، يعني ما تكونش كسرت اول سنه ليها، فبتبقى لسه خرفان صغيره عشان تعرف تتسوى بقى مندي وتبقى طريه والكلام ده كله. فحتى هتلاقي الريشه صغننه. تعالى نشوف الكباب. انا ما بحبش الكباب برضو قوي. انا بالنسبه لي الكباب والكبده في المشويات مش احسن حاجه. بص هتلاقي الكباب ده ايه، بص بقى بيشد بقى، بيشد حته لحمه رخمه. الكفته جربناها هنا، الطرب جربناها هنا، والسجق جربناه هنا. يبقى ناقصنا ايه؟ الرز جربناه هنا. احنا ممكن نرجع بقى للمندي تاني. هات كنافه بقى، هات كنافه. ثانيه بقى، ثانيه. طب انا لا احط عليها مندي، احط عليها مندي مع اللبن الرايب. ودي الراجل بيقول لك عيش.
بص بقى يا جماعه، دي حته عند اللوحه، واللوحه دي في العجول لازم يكسروها. يا ريت كله يكتب في الكومنتات. طب ايه كلب كومنتات انت؟ كلب ريش. اي حد ممكن يكتب كومنتات بس ما تجاوبش. فاللوحه دي يا جماعه في العجول هتلاقي لازم الجزار يروح كاسرها كده بظهر الساطور عشان حاجه معينه. اكتبوا لنا في الكومنتات بيكسروا اللوحه ديت ليه، عشان ما يحصلش كارثه تانية بجد. مع الكارثه دي ناخد حته اللحمه نحطها في الرز، نحط شويه لبن رايب. زود شويه لبن رايب كده. ناخد دول بقى نغمس اللبن الرايب كده، وناخد الحته دي قدامنا عشان ما نبوظش الصينيه. حته اللحمه مع اللبن الرايب مع الرز، حته لحمه تاني مع الرز، بصله ديت اللي هي مشطشطه مع حته طماطم، حط معاه كنافه. مع واحده كنافه. انت رايح فين؟ كنافه يا عم، حط كنافه. مع شويه ايه دقوس البايض دي كده، حموضة اللبن الرايب مع الشطة اللي في البصل مع لزقة البصل مع الرز الطري مع اللحمة الطرية، مع كل ده يخش في بقك لذيذ. انا قلت هتقول طرش بقى. حلو حلو لذيذ. انت عارف على الاكلات ضعيفه شويه. تيجي نحكي عن التجربه بشكل عام ونلخصها. الميزه هنا ان الموضوع مش كبير، الدنيا ملمومه، الموضوع متحكم فيه بالظبط. لو انت غاوي مشويات وحاسس ان الصينيتين دول لو جم مع بعض في عزومه كبيره فيها اكتر من 15 فرده تبقى لذيذه قوي. يعني لو انت جبت صينيه المشويات، الريش انا عجبتني قوي والكفته والطرب، يمكن اللي بالنسبه لي مش احسن حاجه او انا مش ذوقي خالص الكبده، واللي عادي السجق. السلطات بالنسبه لنا بتبقى كتير، يعني وهي ميزه ان بينزل السلطات فور فري، فدي حلو ومفيش خدمه وتاكسس على الاسعار دي. اوفرول الموضوع لذيذ. شيخ المندي تطور، لان كان بقالي فتره ما جربتوش وما كانش في احسن حالاته في المشويات، ففرع زايد ده لذيذ والقعده فيه حلوه وكبيره قوي. انت تعبت صح؟ انا تعبت بصراحه. طب ناخد قطمه كنافه ونقفل يا مصطفى. كنافة. يا جماعه مصطفى عامل دايت بقاله اكتر من شهر بالظبط. صح. مش عايز تحط على شويه ملوخيه؟ دي كنافه نحط عليها شويه لبن رايب مع طماطم. دي ايه، كنافه من غير عسل دي ولا ايه؟ خفيفه قوي شغاله يعني. لا لو انت عايز تحلي بقك يعني. اوفرول انا ادي الصينيه ديت والله ادي التجربه كلها 9 من 10، لان التجربه لذيذه واللحمه حلوه والمشويات لذيذه وكل حاجه لطيفه بالنسبه لي، والقعده برضو الطف بكتير من المهندسين. وبقول لك ايه، اقفل بقى يا مصطفى.